مناظر خلابة في هذا الوادي الثلجي. الطبيعة هنا نابضة بالحياة، والبرد لا يمنع الجمال. أجواء عاصفة في هذه المنطقة الريفية، الثلوج تتساقط بغزارة والأشجار متجمدة بالكامل. من هنا من البادية المغربية المكسوة بالثلوج نرى الحياة مستمرة، الأبقار تتأقلم مع البرد والمزارعون يحضرون للشتاء. وسط هاد الثلوج اللي كتهبط بغزارة، الحيوانات في البادية المغربية كتستمر في حياتها اليومية. شوفي هاد الثلج كيفاش كيهبط بزاف. والمنظر مزيان بزاف، ومعاك الجو زوين اكثر. صحابه ديما. شوفي الثلج كيبان بحال السكر. بغيت نلعبوا بيه. يلا نصيبوا بيه. ها هو خذ. تعالي نكملوا الراس ونزيدوا العيونين. ها هو ولات بينا. صحاباتنا غادي يفرحوا بها. شنو بغيتي نزيدوا للثلج؟ زيد لي شي حجره في الوجه. وصافي. ها هو طالع بحال شي انسان حقيقي. الشتا زوين بزاف، ولكن مع الثلج الكثير خاصني نخدم بزاف. هذا المكان الساحر في الثلج، بيوت الطين والدجاج، يحكي قصة هدوء الشتاء في الطبيعة. في هذه القرية الجبلية الثلجية، الدجاجات كتكتشف المناظر الطبيعية البيضاء بهدوء وكتخطي أقدامها على الطريق الثلجي. في هذا المنظر الثلجي الجميل، المرأة بكل صبر وهي تكد الأخشاب، رمز للصمود والأمل في قلب الشتاء. السلام عليكم. الثلج كيطيح بزاف اليوم، ولكن عندي هاد الحطب باش نعمر النار وندفي الدار. في هذا البيت التقليدي تتألق النار بحيويتها، مشكلة لوحة فنية من الدفء والحياة. شوفوا هذه المرأة وهي تتحرك بهدوء قدام النار اللي كتغذي الفلوة، والشرارات كتطير في الجو. هنا في هذا البيت الدافئ تطهى والثلج يتساقط برفق، يذكرنا بنفس التقاليد. في هذا المشهد الطبيعي الخلاب، وقفة فشنية وحية تجسد تناغم الطبيعة في فصل الشتاء. شوفوا هذه شجرة البرتقال في الثلج، منظر رائع، البرتقالات لامعة بين الثلج الأبيض. مشهد. متابعينا الكرام، هنا من حقل زراعي في المغرب، والثلج غطى الخضروات. شوفوا معايا هذا الكورنيش. حنا هنا في هذه الضيعه اللي غطاها الثلج، الجو بارد بزاف، ولكن في الطبيعه مخاف على شكلها. في هذه المزرعه الثلجيه، الخرفان والابقار كيحتميوا بجنوبهم وسط هذا البرد القارس. تساقط. متابعينا الكرام، من هذه القريه الثلجيه نعيشوا اجواء شتويه نادره. شجره عظيمه متوجه بالثلج واقفه في هذا المنظر الطبيعي الهادئ. في هذا المشهد الطبيعي الخلاب، الشجره الكبيره واقفه بشموخ في وسط الصافيط، حتى الحيوانات الصغيره لقات ملجأ في هذا البرد. مشاهدينا الكرام، ليلا في هذه المنطقه الجبليه الثلجيه، مجموعه من الذئاب كتجول بحريه قرب القرى. في هذه الغرفه الدافيه، العائله كتجتمع حول نار المحبه وشاي الانس. تفضل عيش معنا هذه اللحظه الغاليه. حنا دابا في منظر طبيعي خلاب، ليله ثلجيه مع قمر كامل في السماء. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في مشهد قادم. تصبحون على خير، والسلام عليكم.